يحكى أن فيه رجل تزوج من امرأة بس إنه فقير ولم يكن يأبه ولا يهتم لهذا الفقر الذي هو فيه. أهم شيء عندهم قوت يومهم وعندهم مأوى يأوون إليه في منامهم وخلاص أمورهم طيبة وعايشين ويا رب لك الحمد. حتى أنجب منها ولدا، فلما أنجب الولد بدأ يحركه قلبه ويقول ليش أنا فقير؟ هل يجب أن يعيش الولد هذا كما عشت أنا؟ ألا يستحق هذا الابن أن يعيش حياة كريمة، أن يعيش الغنى؟ ثم اتفق مع زوجته وكان الطفل أبو شهر واحد فقط، وقال لها أنا أبروح 20 سنة، وعدنا عقب 20 سنة إن رجعت في 20 سنة ذي كان بها، إن زاد يوم واحد على 20 سنة فأنت طالق وأنت حرة. فذهب منها وهو متعهد هو إياها على هذا العهد إن الوعد بينهم 20 سنة. عقب 20 سنة الوجه من الوجه أبيض. رحل الرجل إلى بلد من البلدان، ثم عمل في محل قهوة. رجال عنده عين له شايب عنده محل قهوة، ويجيب نوع القهوة منه ويجيب نوع القهوة منه، وجلس عنده 20 سنة وصادق ذا الشايب، وصارت بينهم خوة وصار بينهم مودة وصار بينهم وفاء، إلين مر 20 سنة. يوم قدها مختمتني 20 سنة قال يا شايب أنا هذا علمي وهذا خبري، 20 سنة قدها قريبتن على الانتهاء، وإذا الحين استأذنك. فأعطاه الإذن وقال يا ولدي والله ما عندي إلا 3 سبائك من الذهب، جعلها فداك، والله إنك تستاهلها، وإن 20 سنة ذي نجعلها فدا وجهك، مكافأة نهاية خدمة. مكافأة نهاية خدمة. تقاعد خلاص حفظك الله ورعاك. الله. راح الرجال راتب على ظهر حصانه وجاك، وهو في الطريق وجد له 3 رجال، شايب ورجالين في مثنات عمارهم في 20 في 25. يوم جاهم وخالطهم يعني الشايب ما يقول جابه على الصامت، كان الصنم ما غير يأكل العيشة بس سكت، والعوال رجل مسولفيه. فقال يا رجل الشايب ذا وش قام ما يتحاكى؟ وش ما ساكت؟ قالوا الشايب ذا ما يتحاكى إلا بدراهم. الجملة عنده بسبيك الذهب من ذا السبايك اللي احنا نشوف معه، ويجلس معهم في ذا الطرقة يوم يومين. قالها ما الشايب ذا بسوقه السبيكة تكون الله يجعله يتحاكى، يطلع اللي عنده. الله ها تفضل يا شايب خذ الذهبة، سولف عطنا وش عندك. فتكلم وقال جملة واحدة، قال لا تدخل في النهر العاصف، ثم سكت. خذوا لهم يوم ثاني، قال يا الربع عطوا الشايب الذهبة الثانية خلوه يعلمني وش عنده. قال إذا رأيت الغربان تحوم في السماء فلا تتجاوزها، اذهب إليها ولتعلم ما عندها، لا تتجاهلها. قالوا وهذه الذهبة الثالثة عطني وش اللي عندك. جاه شغف ما هو طبيعي إنه يدري وش علوم ذا الشايب. يقول هو يأخذ الذهبة الثالثة، قال إذا قررت أن تعمل عملا وأنت غاضب فلتعد في نفسك إلى رقم 25 ثم بصرك. يقول وأنا أخذ وصيته وافترق أنا وإياهم في مفترق طرق وأجيك على إحصاني. يقول وحصل لي بيني وبينها لي نهرا عاصف، فعليا عاصف، له بغميق تحت لكن إنها مثل ما تقول سلي تلقم. الله. يقول فوقفت قلت بجلس عنده وبأخذ وصية الشايب. يقول ويجيني صاحب إحصان ثاني، قال أنت وش وادف ذنبك؟ قال وش وادف ذنبي؟ وادف ذنبي الجم، أنا بقادر أن أقطعه. قال ما أنت بقادر أن تقطعه، هذه تحتاج لها قلب مثل قلبي. وهو ينجف الحصان ويفك عمره الحصان ويدخل في النهر العاصف. الله. وتدور به أمواج الماء سبحان الله العظيم ويغرق هو وحصانه. يا سلام، هذه النصيحة الأولى وقعت. الله هذا صاحبنا يشاهد. يقول هو يروح من يمين ويروح من يسار لين عين له مثل الدرب ويقطع معه ويكمل طريقه صبها له. هم قدها في طريقه الا والله الغربان اللي تحوم في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا يتعداها والله لا لزوم فيها ولا اخذ بوصيه الشايب. يقولون انا اخذ بوصيه الشايب ولف وعيني فيها وعيني فيها وعيني فيها وعيني فيها وفكن عمري لين وصلت. يقول يوم وصلت وجدت 3 من الرجال يسبحون في دمائهم، كل منهم قتل الثاني بسهمه، وعندهم شنط مليانة ذهب، قطع طرق
خذوا لهم غنيمة واختلفوا فيها فتقاتلوا فماتوا، والغربان تحتريهم بس يلفظون أنفاسهم الأخيرة علشان تأكلهم. يقول أنا أخذ الشنطة ذي وأخليها على درجته. يقول لين وصلت عند بيت أهلي، يقول جيتهم في الليل في مثل ذا الحزة اللي والله كل شيء طافي إلا غرفة نوم زوجتي. يقول إنها والعة. يقول قلت أبطل من الدريشة سوي مفاجأة. أسوي مفاجأة. الله. يقول وأنا أطل من الدريشة وإذا بها مقابلة صوبي، وإذا برجل مقابل لها وجالسين على طاولة ويسولفوا. يقول أنا اغتظت، كيف نحن ما تمنا 20 سنة وتزوجت من رجل آخر، ماذا باتفاقنا؟ يقول فأخذت السهم ثم جريته في لحظة غضب عاصف، ثم تذكرت كلام الرجال. يقول فقلت سأعد في نفسي 25 حتى. يقول فقمت أقول في خاطري 1 2 3. يقول شوي لا يتكلم الرجال ده قال يا أمي غدا وغير محنم. قال يا أمي غدا سأذهب إلى رحلة البحث عن أبي. قالت اللي تبي، فعلم يقينا أن هذا هو ابنه، فرخى السهم لأن ارتخى وقال يا صبي أرحب يا ولدي يا أرحب. فالشاهد إنه فعلا نعم اللي طرح علينا الحديث ذو شجون يوم تقول أنت اللي أجهل تنشد من القوم شايب، فعلا إن الشايب يدلك غالبا على بعض. ترى يا ربيع بعد 3 سبايك اللي أعطتني إياها وعندنا 3